صباح الخير يا حور. صباح الخير. صباح الخير يا رنيم. رنيم قامت لبست ومع نفسها زي الفل. حور قايمة عاملة كده. هتلبسي؟ هي هتستلم اليونيفورم النهاردة، فالنهاردة هتروح بلبس خروج عادي. صح صح. هي صامدة غامضة. وماما هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل لانش بوكس زي صورنا روتين اول يوم مدرسة رنيم، احنا بنصوره الحور برضه. صح يا حور؟ قولهم اعملوا ايه؟ لايك. حور هلكانة، انا مش عارفة تروح الحضانة ازاي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الناس عندها روتين الاول يوم الدراسة ده بيبقى مرة واحدة، انما احنا عندنا هنا بنعمله على مرتين. مش عارفة اقول لكم ايه على الصبح، بس صباح الخير وربنا يجعل يومكم سعيد يا رب، ويجعل يومك يا حور يا بنتي سعيد يا رب يا بنتي. تعالوا بقى نحضر اللانش بوكس مع بعض. انا ما عملتش حاجة في البيت بصراحة، لا بيتزا ولا كب كيك ولا كوكيز ولا اي حاجة، بسبب ان انا من ساعة ما نكشة الشتاء مش عارفة المها، والله مش عارفة الم الشقة بجد من يوم. فرحت الفرن جبت لها كوكيز يا رنيم، وجبت لهم ميني بيتزا وساليزون. اعمل ايه؟ جبت فرن برضو عشان البنت حاول تبقى جعانة ولا حاجة. يلا بينا ايه نعمل لانش بوكس. ايوه جايبة فينو عايز فينو عادي، ونعمله بقى ايه بالجبنة الرومي، يعني زي ايام زمان، ايامي وايامكم كلكم عادي جبنة رومي لانشون وخلاص. بس انا جبتلهمش لانشون بصراحة. حط لكل واحد كده ايه هوبا تيتا حط له شوكولاتة في اللانش بوكس يا حور. حور قاعدة على الرخام. حور لسه ملبستهاش اصلا، والمفروض معاها كمان نص ساعة. هي مش عارفة طالعة كلها بره. ومصغروا الفرن مش عارفة هيودوها فين بعد كده بصراحة. احنا طلقناها نصين. احطلك واحدة ولا اتنين يا حتوتو؟ انا لسه هتفكر. اتنين انا ما عارف، عشان انا عامله حسابي اكترلك برضو عشان سيادتك رجعتي. طبعا عرفنا اللي فيها. ده انت عايزه ده؟ عايزه اللانش بوكس ده؟ لا ده ما شاء الله. هننقل اللانش بوكس عشان مش عاجبها، نديلها ده. مش عارفه الغطا التاني بتاع الإلسا فين، فتاخد بقى بتاع رنيم وخلاص. الحمد لله غسلاهم من امبارح طبعا ومنشفاهم وحركات، يعني حركات ومحترقات. حطينا الفينو بالجبنه الرومي، هنطلع لها سريزو ده محشي جبنه وزيتون. هو قال لي كده بس انا ما جربتوش بصراحه يعني كنت ايه من ساعه ما نكشت بصراحه بقول لكم مش عارفه ليه. قلت حسام مش عامله لهم كب كيك ولا عامله اي حاجه من دي. قال لي انزلي الفرن هات اللي انت عايزاه، ما تقعديش تنحي فيا كتير. عايزه ايه نيه؟ بتقولي انا مش عارفه انت هتحبها. بصي يا حوريه مش راضيه تثبت هنا، فاحنا هنحطها لك مع الكوكيز اللي فوق، ونحط لك الميني بيتزا اللي واثقه منه ان انت مش هتحبي الميني بيتزا دي زي ما انا بعمل لكم. لا مش هتحبي طماطم. يعني ده مش طماطم، فلفل الوان. طب والله ريحتها تحفه. حطيت لك 2. مش عارفه بقى هنجبسه ازاي. انا رايحه احط بتاع اللانش بوكس نجبسه كده اهو بس صحيح اهو. حط لها كوكيز ريحته جميله قوي، طعمه حلو بجد. نحط لها 2 عاديه وشوكولاته. هما اصلا كانوا الطبق امبارح تمام. ونحط لها السريزوفه يا بنتي التقيله في المطبخ. انا حطيت لك 2 ابيض اهو، 2 ابيض واحده شوكولاته. ده معايا هيقوم يصرخ دلوقتي فين يا ماما الكوكيز. نعمل نفس الورده. لا استنى نخلص الحاجه كلها تمام. طبعا ماليه زمزم. هاتي شنطتك يا حور، هاتي الشنطه بسرعه عشان عندك فيها الحاجه. رنين بنتي بقى كانت عكس كل الاطفال، تحبش غير الجبنه القديمه اللي هي البراميل عندكم او مش عارفه اسمها ايه بصراحه. طبعا احنا هنقطع نص كده لان احنا عارفين انها هتاخد النص بس. هاتي الطعميه بحبها اهو. ما تاكلش غير الجبنه القديمه او الجبنه المش. عارفين الجبنه المش ولا انتوا نسيتوها ولا ايه؟ لا تحبي تروحي المدرسه بقى قوي،
فين يا بنت المنبه اللي صدعنا على الصبح ده؟ اقفليه ولا لا مش فيها كتب ميس منى، لا. حط لها برضو 2 ميني بيتزا، حطها 3 عشان لو حد من اصحابها اكل معاها. كده كده اللانش بوكس ده بياخد. حط لها السيزوفة. اول يوم دراسة. 2 عيال كوكيز زي اختك. انا بحب قوي ان انا يبقوا زي بعض في كل حاجة. راحت شنطتك يا مين يا خلاص كده عملنا اللانش بوكسات. لانش بوكسز. انت تبعتيه طيب اوريها لهم. كده اللانش بوكس خلص زي الفل يا فندم يا حور. احنا مش هنجيب لها شنطة لانش بوكس، تدروا ليه؟ نعم يا حبيبي. هاتي يا حور انتي دي ازازة بيك كولا مش تبع المقاطعة، فالحمد لله زي الفل. تمام. عايزه اقول لكم ان الصودا بتاعتها حلوه قوي، فانا فضيتها بقى امبارح وعملت لهم ايه كده عشان مش لاقي حاجه احط لهم فيها عصير. ما بحبش اجيب لهم العصير اللي فيه مواد حافظه، اجيب لهم عصير بيتي اعمل لهم يعني في البيت كده. ما في ده فرقت ايدي من ده نفس الازازه. عملنا العصير غسلنا الازاز كويس ونشفناه. حسام عمل فطار لنا. سيبك من اللانش بوكس. هاتي يا رنا. انت عارف فطرهم فطار من ده. ولا اللانش بوكس ده مش هيشبعهم، ده اللي هيشبعهم. ميتنا وعصرنا وعملت لهم سندوتشاتهم ولسه هياخدوا المصروف، مع انه حول منعنا عندها الشيبس وكل انا غلطان. معلش هيفطروا معانا. هاتي يا بنتي هاتي شنطة اللانش بوكس بتاعتك يا مين؟ ولا احطلك هنا عادي؟ لا هنا ماشي. يلا بينا نسرح. احنا استاذنا حسام ان احنا هنعمل قطتين صح؟ عشان ايه؟ هو مش بيحبوا يعملوا قطتين، مش فاهمه ايه السبب مع انهم اطفال. تقريبا هو مش شايفهم حاجه غير الاطفال. صح يا حب؟ ايوه عيني. حاجه لما اجي اسرح لها قلت لي انت بتقطع شعري مش بتسرحي يا ماما. قال ما شاء الله مستلك والله. اللي بتلعب فيك كتير فبتعقده. يا ابني اسكت بقى يا ابني، انت اللي صحاك. انا موديه واحده الحضانه وانت بتصحى لي. حاول احنا لازم نشوف له الحضانه. ما ترد عليا يا بابا بقى. نعم يا قلب الباب. احنا مش هنعمل قطتين كبار يا اخويا، هنعمل قطتين صغيرين اوكي؟ اه بس نعم يا عمري باب. لازم التاني بس ما خدتوش اسم ليه؟ نعمل التسريحه بتاعتنا ونرجع لكم عشان ما نطولش عليكم بس مش اكتر. وقفنا نيم الكاميرا. الله الله. ده بقى دخلت اخلص بقية الحاجات بعد ما سرحت لهم وعشان البس طلعت لقيت المنظر ده، فول وطعمية وبتنجان على الصبح للعيال. مش بوكس ولا تقول لي بوكس لانج. ده بقى هو ده بقى اللي بشجع. ايوه يعني منا اللي بيقولنا بوكس لانج ولانش. كان على ايامنا منا كان في كيس الرز كان يسخن على الصبح. رز ايه يا حسام على الصبح؟ يقسم بالله نصحى الساعه 6 نلاقيهم مسخنه الرز والبطاطس ونضرب على طول. دي الحاجات اللي بتشبع وتسيب. يا رنيم صح، دي اللي بيشبع يا رنيم. اضربي يا رنا اضربي. كله يا حبيبي كلي يا رنيم. وداخله على الفول بايديه بالهنا والشفا. كلي يا رنيم. مش عايزه تقولهم بالهنا والشفا؟ مش عارفه انا زعلانه ليه على الصبح. تقريبا زعلانه ان حور مش هتقعد في الحضانه ال5 ايام شكلها كده. صح يا حسام؟ لا هقعد اسبوع. ومحي بينام مش عارفه ايه اللي صح اصلا. هاتلي العيش بس اهم حاجه ندهلنا على العيش كمان عيش. لا اتاخروا. يلا ننزل بقى. باي. يعملون باي يا حور. يا حور بالله عليك الاقلام مش للكب على الحيطان ولا برضه على البيبان عشان ما ينفعش، واهم حاجه الا الهدوم يا حور. فهماني يا حور ولا مش فهماني؟ ايه ده يا حور ده بتقولي يا حور؟ مش على الحضانه. وهنا حور ورنيم عاملين ثوره عشان المصروف. مصروف انا وقت المصروف. بس اسمعوني بقى، المصروف ده ما نشتريش بيه حاجات مقاطعه. يعني ما نشتريش بيه ايه؟ بيبسي ولا سيفل ولا شيبسي ولا اي نوع شوكولاته لان كلها مقاطعه. حاجه من دي خالص. كل واحده تاخد مصروفها وزي ما خدتوه ترجعوا له بيه تاني. عيال اشتروا كتاكيتو
لو لقيتوا سبيروس باتس يبقى هاتوا بالمره، مش مشكله. مش مشكله ده، بس لو مفيش غير كده ما تشتروش، ترجعوا له بالمصروف. ارجعوا بالمصروف زي ما هو. خلاص يا حور. خلاص. نعم. الكيل بتاع اللي هي كتكوت اللي هناك. كتكوتو كله. وانت هتشتري ايه يا رنيم؟ كتكوتو. ما لقيتوش كتكوتو يا ولاد رجعوا المصروف تاني. تمام. الحمد لله الحاجه حلوه كلها مقاطعه. هو انا ممنوع عندي في الحضانه مولتو؟ المولتو كمان تبع المقاطعه. ايوه ده مقاطعه بقى. يعني احنا ما بنجيبوش من يوم ما قطعنا، هنروح نجيبه في الحضانه. كل ده مقاطعه يا حور. كل ده مقاطعه. خلاص بعد كده هنزل والله ان شاء الله. مصروف تاني يا رب. لا ده انا هنزل ان شاء الله اجيب لهم حاجات مصريه واخليها لهم هنا في البيت وادي لهم منها كل يوم. حسام خدت الصدمه بجد. صباح الخير عليكم. انا كده خلاص لبست الحمد لله. هنزل انزلهم بقى، اودي رنيم ونودي حور وبس. ربنا يجعل صباح حلو ان شاء الله. لا محي مش رايح في حته، بقول لك الرجاله ما بيروحوش حضانه ولا مدرسه. يلا بينا. تنسوش بقى تعملوا ايه، لايك للفيديو وكومنت وبس كده. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. قول لهم باي يا حور. طب قول لهم باي، قول لهم باي.